دكتور عبد الله، ما زلنا في مصر ونتحدث في مصر. أنت طرحت الآن رؤية إيقاف الدعم الخليجي لمصر السيسي، تكوين خلية أو لجنة حكماء أو كذا ليبحثوا الحل. هل هناك شيء يعني ممكن يضاف؟ طبعا السيسي ما حيقبل في هذا يا دكتور. هو طبعا يعني رجل عسكري وفي نفس الوقت رجل في الأمن ورجل الأمن دائما يعني سيء الظن بحتى المبادرات الخيرة، ولذلك لن يقبل. لكن ما في شخص في العالم لا يعني يخضع للضغوط إذا تكاثرت. أما هذا الترحيب وهذا الإشادة به فهذا يقوي من سيطرته على مصر وعلى الشعب المصري المعزول الأعزل الذي يعاني من أزمات اقتصادية خانقة جدا يعني، ولذلك سيخضع في النهاية. دكتور عبد الله، هل تتوقع وأنت السياسي أن تتورط مصر في ليبيا؟ مصر تورطت في ليبيا، يعني أكثر من هذا التورط. لا، ستدخل أيضا جيشها يدخل إلى الأراضي الليبية؟ أشك في ذلك، لأن الاندفاع هذه التي حصلت من طرف السيسي، ولا أقول مصر، القرار ترى للسيسي وليس لمصر. قرار القصف هذا اللي حصل في ليبيا قرار خاضع للسيسي ولا يخضع لمصر، لا مؤسسات تمثيلية ولا مؤسسات دستورية موجودة ولا رقابة شعبية على القرار الاستراتيجي. ولذلك أنا أقول مصر السيسي تورط عسكريا في ليبيا وسيدفع الثمن. نعم. سأريد أيضا أن أستشف رأيك في موضوع أنه نحن لأول مرة كذا نشعر من سنوات هجوم مرتب من بعض الأبواق الأجيرة في مصر، أبواق إعلامية تهاجم علنا السعودية وتهاجم رموزها بشكل